شفت الكلام اللي قاله رضا عبد العال الهجاص عن كولر مدرب النادي الاهلي؟ للاسف والله انا ما بتفرجش على هجاسين. قال ايه يابا الهجاص ده؟ تخيل بيقول عن كولر انه مدرب ما بيفهمش حاجه خالص. بصراحه انا مشفق على كولر ده جدا بصراحه. اشمعنى يعني؟ انه بعد مسيرته التدريبيه اللي مليانه عظمه هيجي واحد هجاص يقول عنه كده. ليه يا عم؟ هو كولر ده عمل ايه يعني؟ هم 5 بطولات دخل فيهم مع النادي الاهلي كسبهم، عمل ايه يعني غير كده؟ سيبك من ال5 بطولات اللي اشترك فيهم مع النادي الاهلي وحققهم، عشان دول صفر على الشمال قصاد مسيره كولر العظمه اللي قدمها قبل كده. يا سلام. يا ابني ده وصل بمنتخب النمسا كأفضل تصنيف لمنتخب النمسا وهو العاشر في العالم، ده غير انه محقق بطولات كتير جدا في سويسرا، غير كلام اكاديميات كتير قوي عالمية عن شخصية كولر اللي بتتميز بحاجات كتير مش موجودة في مدربين كتير عالميين، زي انه مثلا بيحب الضحك جدا رغم ان شخصيته قوية جدا جوه الملعب وجوه اوضة اللبس. بجد والله؟ اقول لك على حاجة، سيبك من كل الكلام اللي انا لسه قايله دوت وخلينا نركز في نقطة مهمة. طالما انا قلت على الراجل ده جامد يبقى هو ايه؟ يبقى اكيد جامد يا زميلي.